بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هقدم لكم وصفة الفطير. الفطير بقى بالمهلبية، الفطير بالسكر، الفطير بالمكسرات، المسمى اللي تسميه. بس النهارده هقدمه لكم بوصفتين كده وطريقتين ممكن تعملوهم بيها، طريقتين سهلين جدا، يعني طريقتين مختلفتين. اول حاجه هبدا اعملها القشطه الكداوه بقى او المهلبيه زي ما اي حد بيسميه، بس احنا هنسميها القشطه الكدابه لان هي النهارده هتبقى من غير سكر. انا هنا حاطه في الحله الصغيره دي، حاطه كوبايتين لبن عليهم كوبايه ميه، وهحط 3 معالق نشا، يعني كل كوبايه سائل عليها معلقه نشا، كل كوبايه سائل عليها معلقه نشا، وهقلب على البارد كده وارفعهم بقى على النار. الطريقه دي سهله قوي وجميله جدا تعملي بها القشطه الكداب. اهو بوريكم اقلب على البارد كده واللبن ساقع واروح ارفعهم على النار. اول حاجه برضو هنعملها برضو الشربات الفطير، حاجه سهله جدا. معايا كوبايتين سكر وكوبايتين ميه، ومعايا معلقتين كبار من عسل الكلوكوز وفانيليا ونص ليمونه، وبرضو هبدا ارفعهم على النار يغلوا مع بعض. هسيب ده كده لوحده وده لوحده يعيشوا مع بعض. هي دلوقتي طلعت اهيت من على النار وتقلت وبقت جميله. المفروض انتي تسيبيها تبرد، ده المفروض اللي يحصل، يعني ان هي تبرد، بس انا بقى استعجلت واشتغلت على طول. فالمفروض انتي بقى بيسيبيها تبرد شويه عشان تتمسك مع نفسها شويه، تمسك شويه، لان طبعا كل ما هتبرد كل ما هتمسك. لكن انا قلبتها كده شويه وبدات اشتغل فيها. على فكره برضو لو اشتغلت فيها سخنه مش مشكله، بس هي لما تبرد معاكي يكون احسن. هنقول بسم الله. وهبدأ كده، جبت الجلاش بتاعي لقيت فيه كده في الاول كده نص ورقة ركنتها على جنب، وهبدأ كده اخد ورقة ورقة اهون، وهبدأ كده زي ما احنا متعودين بنعمل الجلاش، ندهن كل طبقة سمنة، ده سمنة مع زيت، وهبدأ ادهن. طريقة الفطير سهلة جدا، ودي الطريقة المعتادة اللي احنا متعودين نجيب بيها الفطير. اول حاجة بدأتها معاكم بيها، هحط الطبقة التانية، وطبعا المتقطع ده مش هسيبه، احطه كده في النص عشان يديلي سمك كده للفطيرة. قلت لا، انا احطه في النص احسن عشان المهلبية تضمني ما تخرجش منها من الفطيرة بتاعتك. حطيته كده في النص بالشكل ده على المكان اللي انا هحط فيه المهلبية. كده هجيب برضو التانية كده تديها سماكة كده من وشها. بقول لكم انا حطيته في النص، هحط كده بقى المهلبية اللي بحطها بالمعلقة قدامكم، هي مش سايلة، هي سخنة، عشان كده قلت لكم اصبروا شوية عليها، لان انا اشتغلت بيها على طول. حطيت كده المهلبية في النص، هبدأ كده اقفل الجنب ده عليها كده وابدأ هدهن سمنة، وهقفل الجنب التاني. اهو، وهبدأ اقفل من الناحية دي واقفل من الناحية دي. خلاص ادى الشكل المفروض ان احنا متعرف عليه بنشتريه من المحلات. ادي اول حاجة. تاني حاجة بقى، انا هعمل الشكل ده وهعمل بقى طاجن كده من الطواجن اللي احنا بنسمع عنها بقى، طاجن بالنوتيلا، طاجن بالمكسرات. قلنا لا، لازم نعمل الطاجن دي. انا بعملها على طول بتطلع حلوة قوي. عفوا، انا بعملها بتطلع جميلة جدا، وبحب اعملها في الطاجن كده بقى عشان اخلي لها شكل مميز. وعادي ممكن بالفطير كده وبرضه نديله مكسرات غالية وكده يعني، بس انا بحب اعملها كده في الطاجن، حاجة كده مختلفة. هحط كده رق كده في الطاجن كده وانزله، هبدأ ادهن برضو سمنة، واحط بقى
الورقة بقى الناحية التانية قصادها، وابدأ برضو ادهن سمنة. هي ما بتحتاجش كتير ولا اي حاجة، ولا بتاخد جلاش كتير. هبدأ ادهن سمنة، وهجيب ورقة اتنيها ايه، هحطها مرتين تحت. هدهن واتنيها على النص بس، واتنيها كده اهو للنص واسويها. هي دي انا عايزاها كده تبقى في النص بس مش اكتر من كده. هبدأ انزل بقى بالمهلبية بتاعتي، اهو هنزل بقى بالمهلبية بتاعتي بالكمية اللي انا عايزاها، وابدأ افردها. خلاص اهو فردتها. هبدأ بقى اقفل الطاجن ايه عليها تاني. هقفل الجلاش كده اللي انا سايباه كده على الحروف عليها، زي ما انتوا شايفين كده. طريقتها سهلة جدا وما خدتش مني اي حاجة، اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا كل ما اقفل حاجة هدهن سمنة. والطبقة الاخيرة دي هرفع الجلاش واتنيها لتحت عشان تديني شكل مساوي طبعا من وش ايه الطاجن. زي ما انتوا شايفين كده هرفع واتني لتحت، اتني الحروف الزايدة دي لتحت عشان ايه نسوي شكل الطاجن كده من الوش ويبقى شكله حلو. الفطيرة دي بتبقى جميلة جدا، وانا عاملاها كده عشان اعملها مميزة بحاجة. هجيب بقى سكينة، لان طبعا محدش ياكل الفطيرة دي كده، لازم تتقطع، حجمها اكبر. فانا هجيب سكينة وهقطع كده مثلث كده من هنا لهنا ومن هنا لهنا عشان تبقى مثلثات. ممكن تعمليها في حاجة اكبر من كده، عندك صينية عندك اكبر من كده وبرضو تعمليها بالشكل ده. بس الفطير ده اللي بيبقى في طواجن ده بيتباع بالشكل اللي انا هوريهولكوا ده، بيبقى حلو قوي. الاونلاين يعني شغالين برضو بيبيعوه، بيبقى جميل جدا. ادهن كده بقى وشه، وده النوع التاني. هدخلهم بقى الفرن وهدهن وش دول سمنه لاني ما دهنتش وشهم، فضلت احطهم جنبي كده ما خلصتهم كلهم. هبدا بقى ادهن وشهم، ودهنت الصينيه برضو سمنه وادخلهم الفرن. طلعوا بالشكل ده. على ما طلعوا من الفرن التليفون قال لي والله انا ما عدتش شغال اكتر من كده. الفلاش فصل خالص مني، ما عادش راضي ايه يشتغل. انا اسفه بقى على جوده التصوير ده في الوقت ده، بس الله المستعان. خلاص اهون الطاجن طلع من الفرن والجلاش طلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كان شكلهم حلو، كان شكل الجلاش حلو قوي، وبرده الطاجن بقى انا هحط عليه سكره عادي خالص، العسل بتاعه عادي خالص، شربات. اما الفطير معروف ان لازم يبقى طري، فانا لازم ايه هروح كده بحاجه على النار واسخن الشربات واعمله. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. جبت كده صينيه على النار، حطيت فيها الشربات، حطيت كده اهو شويه شربات من اللي انا عاملاه. وهجيب بقى الفطيره واحطها. الفطير بيبقى طري، فلازم ايه شرباته يكون سخن. وطبعا الطاجن اول ما طلع من الفرن انا على طول حطيت الشربات عليه وهو سخن. والطاجن ده بقى انا اهو بدأت ايه احط عليه كده، بدأت احط عليه كده شربات، وجبت معلقة كده عشان الشربات يدخل كده جواه ويطريه، وكل حاجة تبقى فيها كده شربات. وخلاص اهو خلاص خلصت، وهبدأ احطه على الطبق بتاعه عشان اقدمه. تعالوا بقى نشوف هنقدمهم ازاي. حطيت بقى ده فطير، حطيته. ممكن تحط على الفطير سكر، تحط عليه زبيب، تحط عليه مكسرات سوداني، اي حاجة.
بس انا اكتفيت ان انا حطيت على ده مبشور بس كده، ده مبشور مش سكر. لو عايزه تحط عليه سكر، هي الفطير ده بيبقى فطير بالسكر، تمام. اطحني سكر او عندك سكر بودر ورش عليه. اما الطاجن كده التاني ده، فاحنا قلنا بقى احنا هندلع الطاجن ده، ما احنا مش عاملينه كده بقى وبس، لا احنا هندلعه بقى بجد. فانا بقى جبت الطاجن ده وجبت نوتيلا، حطيتها في كيس تلاجة. اول حطيت عليه برضو مبشور جوز هند، جبت بقى كيس تلاجة، حطيت فيه نوتيلا، عاملاه على حمام مية، على حمام بخار قصدي. وجيت احط كده بقى بالكيس اللي انا عاملاه، لقيت الفتحة كبيرة اوي، مش هينفع. شوفوا طلعت كبيرة جدا، قلت لا انا هغير الكيس مش هبوظ بقى على كده. رحت بقى غيرت الكيس وفتحتها فتحة صغيرة خالص اهو، وبدأت امشي عليها رايح جاي. اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بقى امشي عليها برضو الجنب التاني عشان تديني شكل حلو. واحنا طبعا بقى بنحب النوتيلا بقى الجميلة دي، قلت برضو ايه نزود شوية بقى. الناس بقى اللي بتحب الشوكولاتة او ما تمسك الشوكولاتة تقعد تزود تزود كده بقى. ما بدأت امشي عليها خطوط كده من كل الجوانب كده عشان نملاها كلها كده شوكولاتة، ونملاها كلها نوتيلا كده بالشكل اللي انتوا شايفين شكلها حلو ازاي. كانت ايه خطيرة جميلة جدا، ايه الجمال ده. كانت حلوة قوي. انا اسفة برضو تاني مرة على جودة التصوير، بس والله الفلاش هنا قال لي والله ما عدت مش شغال، خلص على كده. وحطيت بقى كان عندي بندق ولوز فكسرتهم كده وبدأت احطها عليهم، وكان جميل قوي 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 الشكل ده والطريقة دي. حلو قوي الفطير بالنوتيلا ده، تحفة تحفة تحفة، جميل جدا 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 جدا. جربوه، حلو قوي قوي قوي.